سلمان المنكوب، ولادتك سنك وين ويا سنة؟ ناحية المجر كبير ميسان، مسقط رأسي ناحية الكميت بن زيد شاعر أهل البيت، ونزحت إلى بغداد بال45 مواليد 18. هو طبعا هنا وحدة زيف بيها قال ميسان هي العمارة. ميسان أقدم من العمارة اجت على عمارة الراعي الفريجي صاحب الجاموس، وإلا ميسان صاحبة 23 مملكة ميسان قبل المسيح ب 125 سنة قبل الميلاد، وال23 مملكة بعد المسيح 229 سنة، والكتاب في مكتبتي. هذا صحيح. هسه عرفنا الولادة والعمر. هل أنت يعني متزوج؟ نعم متزوج، بس شلون الزواج؟ متزوج 11 لا مو 12 على اساس كنت اكملها وما رمت قبل كم يوم. متزوج 11، مخلف 43 بركه، 5 بنات والبقيه ولد، وناوي على الزواج من انسانه تكون تكره الدنيا، لان الدنيا شفتها اني هي التي اججت في مهجتي لهبا واغلقت يدها ابواب جناتي. الدنيا تغلق ابواب جناتك بعد النهايه وين للقبر. رائع هذا الكلام من الفنان سلمان المنكوب. والان اريد نعرف لماذا سمي بالمنكوب. احنا عرفنا العود ماله منكوب لان صار له ساعه يدق في بيدك، بس انت ليش منكوب؟ ومخيط بتيم. شوفوا ابو عود لان ابو يبان ما اشترى العود، شنو تخيلت صاحب نادي. لما سمي بالمنكوب؟ والله انها جاءت عنوه سلمان المنكوب في منطقه الوشاش سنه ال54. صار فيضان، تدرون الكبار من القاعدين يدرون، وانتهى الفيضان. نزلت عندنا مسجلات، اجت تبرعات، حتى من ضمن التبرعات جتنا مسجلات شي عموديه وشي طرحيه. سجلت انا ابن الحمامشي والطياخ كذا فيضان. تدرون انا من الوشاش، وين صرنا منكوبين؟ المنكوبين فيضان، سلمان المنكوب المنكوبين بالوشاش. ظلت المنكوب شلبت لا غارق لي ولد ولا واحد يقول راح وهله، واحد يقول كتله 20، واحد يقول طيحه ومدري شلون، كل واحد يقول بكيفه. هي قلت جباكم بس ظل المنكوب وين صار كرهه ما ادري مشلبه. اهلا وسهلا بالمنكوب. حتى المنكوبين هواي ربع. والان